السلام عليكم بنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم بخير؟ مزيانين. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كيف ماشيين مع هاد الايام المباركه؟ ونتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. كما كتشوفوا بديت هاد الصباح معكم بالفطور. نوضت بكري البنات، اذا كيبان لكم فاش الرجم باقي سلاس هادي، يعني مورا الفجر، يعني بكري بكري. وجدت هنايا الفطور. فطرت، عدلت الفطور في مرة ديالي من وليداتي باش منين ينوضوا يجبروا الفطور واجد. كيف ما كتشوفوا هنايا وجدت الفطير ديالي، شحرت واحد كويس داتاي، سخنت خبيزه، وجدت اللي كتب الله كل واحد والرزيق ديالو في ظهره. كل نهار الفطور كشني كيكون مره كيف ما شفتوا اليوم عملت لهم زبيده زويته. هاد البويطات هادو البنات صراحه كيجيو واعرين. هيدا انا الفطور كيبقى داكشي مغطي نتا الوليدات، واخا ما تكونشي معاهم متينه كيكون داكشي منزل فوق الطابله. من بعد نوضت عجنت الرغيفات البنات، غسلت ديك المواعين الفطور ورجعت. كنطلقوا من هنايا. كيف ما بغيتش نشارك معكم المسمن العجين ديالو وداكشي، حيت سبق لي نزلتكم فيديو خاص به في قبل من هاد الفيديوهات هادو. راه يعني اللي بغى يشوفوا راه كاين فيديو خاص بالطريقه ديالي في المسمن. صافي حيت عليا هذا المسمن ان شاء الله يا ربي ان العيد باذن الله، حيتاش انا الزوج ديالي كيعجبو يفطر بالمسمن في الفطور، وداكشي ضروري. عندي الرغايف خصهم يكونوا في الطبله. اليوم عندي نهار مطرطق يا البنات، عامر. خليكم مع هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي، فيه بزاف ديال الامور غادي يعجبكم. من مور اللي ساليت وارتحت شويه، نوضت مع ديك 10 هكذا بديت في العجين. زبقت اول حاجه عجنت الخبز ديال الدار. ايامات هادي قلنا العيد ان شاء الله كما كتعرفوا الفران كيشد في الايامات اخرى، اذا خصني نعجن الخبز اللي تكفيني ان شاء الله يا ربي. وهنا كنت غسلت من الخبز كدرته، غسلت هاد الثومه والربيع. الثومه كنرقدها هيدا في بانيو باش تجيني ساهله في التقشر، والربيع والكرافس وداكشي كامل غسلته ونقيته وخليتهم يستقطروا هنايا. وغادي نخليهم هيدا وغادي نمشي نخرج. غادي نمشي عند اختي واحد شويه وغادي نجي حتى نجي ان شاء الله يا ربي، عاد غادي نكمل هادشي هذا. يعني باش تكونوا عارفين، يعني ماشي كلشي جبرته في دقه، لا، هادوك خليتهم هيدا كيستقطروا. خليت الثومه حتى هي تجي سهله في التقشير كيف ما شفتوها هي. ملي جيت صفيتها البنات وبديت كنقشر فيها، كتجي سهله في التقشير، ولكن ضروري خصكم تعملوا نوانطيس ولا شي حاجه، راه كتسلخ لي يدينا البنات. كترزي اليد صراحه، كتشوطوا. عملوا الوانطيس صراحه كترزيني انا، ونسيت ما عملتش ديك الوانطيس ديك هي ديك الرقاقين. كنقشر ان شاء الله يا ربي هيدا كامله باش نطحنها هي والربيع والثوم يعني مع بعضيتهم. نص د الربيع طحنته بوحدو، يعني بوحديتو، ما غاديش يكون فيه لا ثوم لا حتى حاجه. والنص د الربيع غادي نطحنوه هو والثومه باش كيجيني ساهل في الايامات الاولى ديال العيد ان شاء الله. كنجبرو ساهل واجد، ما كنبقاش نوض قشار طحان. ما كيعجبنيش سبحان الله هيداك. كيجيني هيدا معدل ومنزل في الرضيمات احسن واحسن صراحه. شكون اللي كتعمل في حالي تقولها لي وسمحوا لي على صداع، الا كتعمل شي صداع الشارع هو هذا السكن على الشارع. ها هي البنات كيف ما كتشوفوا الثومه بوحديتها هنايا، هذه بوحديتها طحنتها خليتها بوحدها. سمحوا لي. وهذا الربيع والثومه مخلطين، حيدتهم متو في الرضيمات ديالهم، والربيع اللي بوحدو متو في الميكا غادي نعملو في الفريكو. هنايا كان عندي الليمون او الحامض البلدي، شريته كان جبرتو ثمن شويه ناقص، كنت راني نديه. اذا باقي نتعقلوا كنت شاركت معكم الطريقه ديال الترقه ديال الليمون ديالي. صراحه اش غادي نقول لكم يا البنات، كيجي واحد الليمون من ألد ما يكون، الحاجة طبيعية على اليد صراحة، ألد ما يكون. يجيك غزال. هو عندي كنجبدو كنطيبو، نطيب به كناكل. كيعجبني يكون هيدا طويج مسيس فيه
وواحد المذاق واحد الرضومه باقا عندي مشدوده ما فتحتهاش، وواحد الرضومه هي اللي فتحتها. ودابا هادو جوج غادي نزيدهم صراحه فوقاش ما نجبر الليمون رخيص كنطلع منه واخا نعمل غير رضيمه. مهم يكون الليمون ديالي على يدي انا معدله صراحه. احسن ليمون، احسن ما تجربوا. جربوها البنات وما تعكزوش على الحاجه، تعدلوها بيدكم في الدار صراحه. كتقام اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا شحال كيجي مزيون هيدا من في الرضيمه. شوف خويا البنات، بالنسبه لهذا الليمون راه كيطلق الماء، ديك الماء ديالو فيه غادي يطيب، يعني في الماء ديالو ما كتزيد له لا ما لا حتى حاجه، الملحه والليمون فقط، وكتعملو مدكس في بعضيتو كيبدا يطلق الماء ديالو. ها هي الربيع شفتوا التومه، كنوريكم الله تحت الرضومه، كنوريكم هذا التومه وهادشي هذا اللي عدلت. نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم. وهنايا مور اللي ساليت لك الروينه كامله نوض نعدل واحد 2 كيلات الحلوى اللي قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم، واخا هما حلوات بساطين ماشي شي حلوات اللي هما يعني غاليين او لا فيهم شي بزاف ديال الامور، لا اقتصاديين في نفس الوقت كيجيو مزيونين. هنايا عملت غادي نعمل 5 بيضات، اذا ما كنتي 5 بيضات غادي يكونوا عندي هنايا باش تخرج لي واحد الكميه مناسبه. لا هنايا عملت 4 بيضات البنات، 4 بيضات. وبالنسبه للسكر غادي نعمل نص كاس هذا الكاس هذا الكبير، النص ديالو يعني نص ديال السكر، نص كاس ديالو فين ديك الشرطه ذهبيه تما باش يكون السكر. قولوا كاس العنبه، يعني كاس العنبه عامر هو هذاك السكر. انا هنايا كنت كنحسب كنعمر في مغرفه صغيره يعني صافي كنعمل السكر ونبدا نخلط داكشي مع بعضياتو بحال اللي كنعملوا الحلوى العاديه، نخدموها مزيان. خلطوها مزيان كيف ما تشوفوا. حاولت نسرع لكم فيديو شويه باش ما نتعطلش عليكم، يجيكم شي فيديو طويل. بعد خليت تخدم مزيان مزيان مزيان. وعاد نزيد الزيت. بالنسبه للزيت حتى هو كاس العنبه نخلطو حتى هو مزيان، نخدموه مزيان مع البيضات والسكر. حلوه البنات اقتصاديه ولذيذه والمذاق ديالها مختلف صراحه، كتجي هشيشه كتذوب في الدقم. تبعوا غير الخطوه وان شاء الله يا ربي غادي تنال الاستحسان ديالكم. ملي كنزيد السكر ديال لافاني غادي نزيد شوكولاته غبره، شنو كتسميوها شوكولاته غبره يعني كاوبيل ولا اللي كان عندك، المهم شوكولاته غبره. غادي نخلطو مزيان حتى هو بهذه الطريقه. هنا البنات جاب الله صورت هي البيان محمص ومطحون، محمر ومطحون، زيدتو حتى هو مع خماره وحده والزنجلان. المقادير لهادشي هذا دينا وكميه اللي بغيتي تزيد يعني تعمل. وكنبدا نجمع في الطحين ديال الحلوى، نبدا نجمع مزيان حتى تشوف العجينه بدات كتكور. في ديك الساعه صافي بارك عليها الطحين. العجينه ما تكونش قصحه وما تكونش خفيفه، تكون موين رطبه معوطه يعني باش تجيك الحلوى هشيشه، ما تجيش قصحه. خاصها العجينه تكون ملسه يعني رطبه ما تجيش قصحه. هذه هي السر ديال الحلوى كامله بتجيك هشيشه وكتذوب في الدقوم. ما خصكش تعجنها قصحه كيف ما شفتوا هنايا. حد ما تجمعت لي صافي وقفت يدي من الطحين، رشيت ديك الويطه ديال الفران بالطحين وبديت كنشكل كويرات عاديه. هاد الحلوى البنات تقدروا منين طيب تدخلوها تفندوها في الشوكولات وتعملوها لها كويرطات. بغيتو تحتفظوا عليها هيدا غادي تحتفظوا بها هيدا، يعني نتوما وشنو بغيتو. انا صراحه احتفظت بها بهذا الشكل هذا. انتو كتعرفوا العيد والوليدات ما كان علاش نعملهم الشوكولات في هاد الساعه. بركه غير هاد الشكيلات فما نزوقوا بهم طبيله وتبارك الله. ها هي البنات منين ورطه غادي ندخلها للفران. غادي طيب كيف ما كتشوفوا غادي تشقق. انا صراحه تشققت لي عند جنابات بزاف
ما عرفتش المشكل يمكن عندي في الفران. نتوما شعلوا لا الفوقاني والتحتيه البنات، هيدا كنشعل باش كتشقق الحلوى وكتجيك مزيونه. هذه الحلوى الثانيه. الحلوى الثانيه هي كتجي دكاوبل، نقول حتى هي الحلوى دكاوبل ولكن بواحد الطريقه اخرى. فيها يا البنات 4 بيضات، كاس الزيت، كاس السكر، بحال المقادير ديال اللي متاخره. فيها لافاني وفيها خماره صافي. هادشي اللي فيها يا البنات دابا في العجينه، ونعجنوها بالطحين عادي كيف ما شفتوا. كتجمعوا بالطحين حتى هي تكون العجينه ديالها رطبه، ما تكونش قاصحه. وهذه ما غاديش نعجنها مزيان حتى نقسمها انت كما تشوفوا معايا. المهم غادي تكون هاد العجينه بهذه الطريقه. المهم منين غادي تبدا تجمع لي، هنايا نبقى نجمعها. باقي خصها الطحين هنايا البنات نجمعها مزيان. بهذه الطريقه. المهم دابا غادي نعمل، غادي نقسمها في النص. يعني غادي نحاول نقسم في النص العجينه ديالي باش انني تجيني نقسمها الالوان. يعني هذه كتجي جوج لوينات، في الابيض وفي القهوي. كما شفتوا نحاول نقسموها بهذه الطريقه. هذه كتكون متساويه باش تجينا قد قد. هذه اللي وحده غادي نعمل لها الشوكولات كيف ما شفتوا، واخرى غادي نعمل لها قشور د الليمون. بهذه الطريقه غادي نحيد هاد البيضه باش نعجن مزيان هاد الكحله، مزيان دخل فيها ديك الكوبيل هذا مزيان فيه. وعاد نعجن اخرى عاوتاني ونزيد الطحين. ضروري نزيد شويه د الطحين اخرى. هذه زيت 3 شوكولات باش تزيد تعجن وتزيد تعطيني اللون اللي بغيت. هاد الحلويات صراحه شعبيين وقدامي كنا كنعدلوهم، كيجيو لذاذين صراحه، وكيجيو مزيونين وسهلين ودغيان كيوجدوا. بهذه الطريقه كما شفتوها صافي. غنمسح بلاصه هذه علاش باش منين نعجن اخرى بيضه ما تديريش اللون كحل فيها. بهذه الطريقه هذه غادي نجيب ديك البيضه وغادي نعجنها، نزيد الطحين ونعجنها حتى هي شويه د الطحين، ماشي بزاف، شويش على حسب ما يجمع. حتى هي غادي نخدمها مزيان. ندخل فيها ديك الطحين مزيان. هي كانت خفيفه، دابا غادي العجينه ديالها غادي ترجع معاوطه ومزيانه في هاد الساعه صافي، يعني معوضه. هنايا قسمتهم، بديت كنعمل كره في بيضه فوق منها كحله، فوق منها بيضه، فوق منها كحله كيف ما كتشوف، ونقادو مزيان مع بعضياتهم. ونبدا نقرص فيهم يا البنات في اللاطه اللي تكون مرشوشه بالطحين اولا تما الزبده، ورق الزبده، يعني تينا وشوف شنو بغيتي. بهذه الطريقه غادي نبقى نقرص فيها البنات. وما يجيبكمش الله رققتوها، واخا تبقى ترقق فيها شحال ما كان هي فيها الخميره كتطلع بصراحه جات غزاله رطبه كتذوب في الدقوم. سمحوا لي لا تصدع، كتذوب في الدقوم. ها هي البنات منين طابت كندهنها بكونفيتير وكنرش عليها كوكو عاد كنقطعها. هذه ضروريه، هذا العمليه ديال الكونفيتير وكوكو هي اللي كتزين هاد الحلوى هذه. بهذه الطريقه كنبقى نقطع فيها، كتقطعوا القياس اللي بغيتو كبيره بغيتو موين. ها هي البنات كيفاش كتجي هشيشه رطبه، صراحه كتجي لذيذه ومزيونه وكما قلت لكم اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله يا ربي فيديو اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم، وتجربوا هاد الوصفات، هاد الحلوى اللي هما جوز لان. تلقاو عما قريب فيديو قادم. باي باي.